السلام عليكم مشاهدينا على قناتنا هواية وفن وابتكار. بيير لويجي كاولينا إنه من أشهر حكام كرة القدم في العالم. كاولينا من مواليد 1960. هو ابن مدينة بولونيا، إحدى مدن إيطاليا. أطلق عليه عشاق الساحرة المستديرة تقنية الفار البشرية. كان يعمل بائعا وفي نفس الوقت يدرس الاقتصاد بجامعة بولونيا. ذهب إلى دورة لتأهيل الحكام واجتاز الاختبار، وفي السبعينات بدأت رحلته مع التحكيم. بداية بالناشئين، بعد ذلك ظهرت براعته وانتقل إلى الدرجة الأولى، وكان دائما يخرج بالمباراة إلى شط الأمان. كانت ملامح وجهه مخيفة، وذلك لأنه أصيب بمرض الثعلبة وسقط شعره بالكامل. بعد اعتماده للتحكيم الدولي عام 1995 حكم العديد من المباريات الهامة، وأشهرها مباراة والبيرن ومانشستر يونايتد في نهائي أوروبا 99، والتي انتهت بفوز مانشستر في الوقت بدل الضائع. كانت شخصيته في الملعب وخارجه قوية، ومع ذلك كان يشعر بآلام اللاعبين عند الهزيمة ويواسيهم. وكان يدرس لاعبي الفريقين قبل المباراة ليتعرف على ردود أفعالهم ويتجنب الخطأ، حتى قيل في الأوساط الرياضية: عندما ينزل كاولينا إلى الملعب فلا مجال للخطأ. خاض مباريات هامة في مشواره التحكيمي، منها بطولة أوروبا 1999، والتي جمعت بين البيرن بطل ألمانيا مانشستر يونايتد، وفاز اليونايتد ب2-0. كان من المنتظر أن يحكم النهائي الأوروبي لعام 2000، ولكن لم يحدث، وما حدث أنه حكم مباراة تاريخية في نهائي كأس العالم عام 2002 بين البرازيل وألمانيا، والتي فاز بنتيجتها المنتخب البرازيلي. فاز بجائزة رجل التحكيم الأول للعام 6 مرات، واختاروه كأحد أشهر 10 رياضيين في إيطاليا. وحرصا منه على عدالة التحكيم وثقة الجماهير، قرر الاعتزال بعد مشاركته إعلانا لشركة أوب، وأخيره رئيسا للجنة التحكيم الأوكراني. القوة والعدالة والقسوة واللين هي التي صنعت كاولينا. فهل هناك من الحكام من سيحذو حذوه؟